هل نشاهد ثنائيا جزائريا جديدا في أكبر الأندية الأوروبية؟ أخبار مثيرة حول مستقبل أنيس حاج موسى ورامي بن سبعيني. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. تتواصل الأنباء حول مستقبل الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، حيث تشير عدة تقارير إلى وجود اهتمام من نادي إشبونة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وحتى الآن لا تزال المفاوضات والمناقشات مستمرة دون الإعلان عن اتفاق رسمي، ما يجعل جميع الاحتمالات واردة في انتظار التطورات القادمة. أما بخصوص رامي بن سبعيني، فقد ارتبط اسمه خلال الساعات الماضية بإمكانية الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد تداول أخبار عن تقديم النادي الباريسي عرضا إلى بوروسيا دورتموند من أجل ضمه هذا الصيف. لكن في المقابل، أكدت منصات إعلامية من بينها دزاير سبورت أن إدارة دورتموند ترفض رحيل المدافع الجزائري وتتمسك باستمراره مع الفريق، وهو ما قد يعقد أي صفقة محتملة في الميركاتو الحالي. والآن جاء دوركم، هل ترون أن انتقال حاج موسى إلى إشبونة سيكون خطوة مناسبة لمسيرته؟ وهل ينجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع بن سبعيني رغم تمسك دورتموند به؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا، ونلتقي في خبر جديد.